المطعم ده عمل يافطة على البحر لطالب منعش ان هو يجرب مطعم الشوايه. ده تقريبا حاجه أوه. ندخل على المكان اللي بعده بسعر 700 جنيه او 695، وهو مطعم الشوايه من وسط صنعاء. بص في قصه كده، المطعم ده عمل يافطه على البحر هو حاطط فيها بيقول ايه، بنطالب منعش ان هو يجرب مطعم الشوايه. انا صراحه لما شفتها اتصدمت، يعني عمال بتبص عليها مش مصدق، يعني اللي هو واو، يعني لقيت صورتي كده على البحر. انا نزل لي صور على البحر زمان بس صور من تصويري، مش صور مش انا شخصيا، فاهمين؟ فبشكرهم ان هم يعني اتاحوا لي الفرصه دي ان انا انزل على البحر. يعني كنت عايز انزل اتصور مع الصوره بقى واعمل اغنيه انت استثنائي، ولا مثلا انا ابن مصر ولا كده، بس الصراحه كسلت. فقلت فكره حلوه نجيبه النهارده في الحلقه، فجبت من عنده حاجه اسمها عرض الحنيز. انا برضو الحنيز دي حاجه اول مره اجربها. ونفر لحم حنيز ومعاه فحسه واتنين خبز طاوه واتنين ماكسي. ماكسي ده معروف اللي هو بتاعه سلطه وسحاوي وطحينه. كل ده بايه؟ ب 700 جنيه او 695. طيب تعالوا نشوف. طيب اتنين ماكسي، خلينا نطلعهم الاول عشان ننزل يعني ايه نعرفهم اكيد. خلاص اتنين ماكسي اهو. ده عيش عادي، ده مش عيش طاوه، اكيد عيش خبز الطاوه ده جوه. ممكن هو ده بقى خبز الطاوه ده، صح؟ خلينا طبعا يعني، طب خليه دلوقتي. طيب اكيد دي الفحسه ودي كده ايه ميكس سلطات. خليه طيب دلوقتي هنفتح نشوف كل حاجه، نشوف كل حاجه نعمل لنا يفتح على البحر نهتم بيهم ان شاء الله يطلعوا حلوين يعني. عشان لو طلعوا مش قد كده هتحرج صراحه قوي، هيبقى الموضوع محرج قوي، مش عارف اقول ايه، بس مش هينفع اعملهم برضه. يلا بينا. الرز مبدئيا ريحته حلوه قوي، انا مبسوط متفائل. اللي ممكن اعمله معاكم ان انا ايه ههتم وافتح كويس كل الحاجات عشان خاطر اليافطه الجميله اللي معموله دي، بس مش هجمل في الاكل في الطعم. انا اسف انا اسف. ممكن احطكم كمان في ايه، في داخله الحلقه احطكم في الاول كده، هتبقى الحته المثيره اللي في الاول اللي بتجذب الانتباه. يلا اي خدمه، مدلعكم انتوا لي يافطه هندلع. طيب بصوا احنا ايه، جاي 2 طحينه و2 صوص دقوس، او عندهم بقى ايه اسمه سحاوي. وهنا جاي ايه طبق سلطه ليمون وطماطم وخيار وبصل وبتاع عشان تضيف على البتاع ده. الرز بتاعنا والحنيز ملفوف. شوف الاول طب العيش. ده العيش اللي هو خبز الطاوه. ايه ده حاجه شبه يعني شبه عجينه الكريب كده، يعني في تخن عجينه الكريب كده خبز الطاوه ده، اتحمص كده شويه، ريحته كريب جدا. طيب هدوقه كده. لا بس هو من جوه ليرز كده زي الفطير برضو، يعني من جوه كده ايه مورق كده زي الفطير، فهو في قوام الكريب بس يعني بين الكريب والفطير كده. في الطعم اقرب للفطير. انا هجرب الفحسه. الله مش عارف ايه صراحه الفحسه دي، بس الريحه قويه جدا. يعني حاسس ان زي الاكل الهندي كده توابل فظيعه، في الاكل العربي مثلا الاكل اليمني في طماطم تقريبا بصل وشكلها سبايسي، شايف فيها فلفل. ما هي الفحسه؟ الفحسه هي اكله يمنيه تقليديه شهيره ومحبوبه جدا، تعكس التراث اليمني. مكونات الفحسه لحمه مفروم او قطع لحمه مفروم، تمام، ومرق، ايوه شوربه اللحمه، وبصل وتوم وطماطم وبهارات وسمنه، ملوخيه في بعض المناطق بس مش عارف دي فيها البتاع ده. خلاص يبقى هي لحمه كده متبله بتاع. ندخل كده نفحس. دي الله دي لحمه مهريه مفحوسه. بصوا لحمه مهريه كده، نحس اللحمه كده لما تقعد تنسترها كده تقريبا هي دي مش مفرومه، هنا لحمه منسله كده. لا رائع، واو حلو قوي، كانها لحمه البصل اليمني. فكرني جدا باللحمه بصل او طاجن اللحمه بصل، بس بتوابل مختلفه جدا ولذيذه وسنه سبايسي كده. فظيعه الحمد لله. كنت هزعل قوي لو كان طالع مش حلو، مش عارف اعمل ايه، بس انا عمال بفرد صدري قوي. انا لسه ما جربتش الحنيز، ممكن ده اصلا هو البطل، هو ده اللي مخلي الوجبه غاليه. معانا الرز الاصفر، انا متفائل صراحه من ريحته شكلها حلو، بس هشوف بس الحنيز ده شكله ايه. ده مكلفتين مكلفته ايه ده، خايفين يهرب ولا ايه؟ يلا بينا. ايه يا جماعه ده، انتوا لو بتهربوا اثار مش في ايه ده تقريبا حاجه. اوه ثواني الله انا ايدي ما ينفعش امسكها كده، بس يعني طلعت في ايدي بقى. بصوا الحنيز اهي، حته اللحمه الحنيز ومعاها ايه بطاطس تقريبا لفينها اللفه الفظيعه دي علشان تستوي او حاجه. اول حاجه ما جابش معالق، فانا زعلان جدا، وده دليل ان هم مش عارفين الاوردر ليه. لو يعرفوا كانوا. طيب خلينا اول حاجه كالعاده نجرب رز بالشوكه بتاعتنا الجميله دي. بسم الله. توابله حلو قوي الرز، بس يعني محتاج يبقى دسم سنه، بس توابل حلوه مظبوطه. نشوف بقى ايه الحنيز ده. واو لا ثواني بصوا عندي حته كده من الحنيز. بصوا ده ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، دايبه ذوبان فظيعه. واو بصوا متلبسه كده دهون فظيعه. صراحه انبهرت جدا بالحنيز،
وبتوابان اللحم. بص فصلت عن العظم ازاي. اللفه اللي انا كنت معترض عليها دي عشان تستوي كويس حلو قوي. السعر بقى هو اللي ايه، ما عنديش ريفرنس اقارن بيه صراحه، يعني هي ب 700 جنيه، فانت لو جبت لي اي صنف تاني ممكن اقارن لك بيه، يعني حاجه كنا عارفها، بس انا ما اعرفش اصل هنا برضو خلي بالكم في صنفين فيهم لحمه برضو، يعني ده لحمه والفحسه ده فيه لحمه، فالموضوع كبير يعني. بس الحمد لله تجربه جميله، مبسوط ان انا جربتها، مبسوط ان هو طلع حلو اهم حاجه. ازاي نسيت اجرب ده. الدقوس ازاي نسيته، ريحته فظيعه، حلو قوي.